السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني 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 وحشتوني. حبايبي 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 وحشتوني وحشتوني. أقول لكم إيه بقى؟ ما تحرمش منكم يا رب. تعالوا نخش على الفيديو بتاعنا ونقول إيه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. ما ننساش حبايبي إن ندعي لأهل فلسطين وغزة، ربنا يا رب يفك كربهم ويشفي جرحاهم ويرحم موتاهم بحق جاه النبي يا رب. يلا بقى ايه، نحكي الحكاية مع بعضينا اللي انتوا بتستنوها من ام حمادة كل مرة. كان في واحدة وراجل وست، طبعا مع بعضهم، معاهم من البنات 5 بنات حلوين يعني وكده. هو راحت الأم ماتت. أما الأم ماتت بقوا ال5 بنات وأبوهم عايشين مع بعضهم. فجاء عريس للكبيرة، فراح بيقول لها إيه: العريس دوت جاي لك انت. قالت له: لا يا بابا، جوز اخواتي. راح ال4 بنات جوزهم وعاشوا مع بعضهم في بيوتهم يعني حلوين، وربنا يهدي سر الجميع يا رب. راح طبعا فضلت هي الكبيرة متولية أبوها وخدمة أبوها، وبقت شايفة كل طلبات أبوها. فجه كتب في الوصية الراجل، قال: فرقوا الوصية كلها على بعضكم، بس البيت ده خليه لفلانة دي الكبيرة. راح طبعا ايه، قالوا ماشي. فطبعا الراجل ايه، جه مات. لما مات طبعا الوصية الراجل موصيها وقال البيت ده للكبيرة. راحوا من النفوس هنا اتغيرت. اما النفوس اتغيرت، راحوا البنات قالوا لها: لا، احنا لينا فيه ويتباع وناخد حقنا منه. قالت لهم: خلاص اللي انتوا شايفينه. راحوا ايه، بايعين البيت، وكل واحدة خدت نصيبها فيه، وكل واحدة ماشية مرضية 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 بالفلوس اللي خدتها، وسابوا اختهم في قلب الايه، في قلب البيت. طبعا ما فيش واحدة فيهم جت قالت لها: طب انت هتعيشي ازاي لما يجي صاحب البيت ياخده؟ طب انت هتروحي فين؟ طب انت هتعيشي ازاي؟ محدش سأل فيها. فجه المندوب اللي هو اشترى البيت عن صاحبه، بيقول لها: يلا فضيلي البيت. قالت له: طب بص، البيت خليهولي، اخليك بس 2-3 هدبر حالي، وبعد كده انا هسيب لك البيت. بص صورة ابو حمادة، الله يرحمك يا ابو حمادة، الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك. راحت ايه، قال لها: خلاص ايه، يوم 2-3 انا هقول لصاحب البيت. قالت له: خلاص قول له وانا ما. راح جه صاحب البيت قال له: فين ديك؟ طب استنى اما ايه اشوفها. راح جاي صاحب البيت، قالت له: بس 2-3 هدبر حالي وانا هفضي لك الايه، البيت. قال لها: طيب خلاص ماشي براحتك. تاني يوم جالها بالاوراق والعقد وكل الاوراق اللي تثبت ان هو بتاعه واللي هو اشتراه. قال لها: الاوراق دي والعقد وكله ده خديهم، وحته الارض كمان اللي جنب البيت برضو معاكي واوراقها. قالت له: ده ايه ده؟ قال لها: ده لو قبلتيه مهرك خلاص يبقى مهرك وده حاجتك، ما قبلتنيش زوج ليكي يبقى برضو هو بتاعك. بصي بقى، رضا ربنا عليها وعوض ربنا عليها. عمل ايه؟ اتجوزت الراجل وعاشت في البيت اللي هي اتعاشت فيه وتربت فيه واتجوزت فيه. شفتوا انتوا بقى رضا ربنا؟ ربنا مش بينسى حد، ربنا ما بينساش حد خالص، بس انت تقول يا رب.
والله تقولي يا رب ربنا هيكافئ كل انسان. وربنا يعني اعملي الحاجه وسيبيها على ربنا. قولي على ربنا، ما تقوليش لا ده انا هعمل ده بكره، لا ده انا هجيب ده لبكره، لا ده انا مش عارفه ايه، لا سيبيها على ربنا. وربنا هيكافئ كل بني ادم وكل انسان هيكافئه. ونحمد ربنا على كل حاجه، بس احنا نقول يا رب يا رب. حبايبي دوشتكم ياكي، بس يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وتقبلوني كده يا رب. هنا بقى ام حماده بتعمل ايه؟ بتغسل دخلت المطبخ زي ما انتوا شفتوا كده، نظفت الصاله. وهنا بقى بتغسل المواعين. انتوا عارفين الشغل بتاع البيت ده ما بيخلصش، ولا المواعين بتخلص ولا الشغل بيخلص. بس مش هنقعد في مكان والمكان ده مش كونش نضيف، لا طبعا لازم نخلي بيتنا نضيف وكنس بيتك ورشه، ما تعرفش مين يخش. لازم المكان اللي نقعد فيه ننضفه، ولا ايه؟ ولا انتوا مش معايا؟ يلا حبيبه قلبي، قومي بقى ايه، حطي التليفون قدامك كده واعملي كوبايه النسكافيه بتاعتك ولا كوبايه القهوه. واعمل والله العظيم ام حماده اللسه بتاعتها هتموتني. وانا بحب مثلا اتغدى واشرب شويه شاي، ما عارفه. الصبح بعد ما افطر مثلا احب اخد كوبايه شويه قهوه صغيرين، ما عارفه. قالوا القهوه والشاي بيزود الوجع. والله اللسه مش قادره اشكلكم العافيه يا رب. والله العظيم اللسه موتاني موتاني موتاني. لسه دلوقتي بقول لام كنزه، قالت لي تعالي نكشف، قلت لها يلا نروح نكشف. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويعفي كل مريض بحق جاه النبي يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويعفي كل مريض. والنبي ما تنسوا تدعوا لأهل غزة وفلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب. ربنا يفك كربهم ويشفي جرحيهم ويرحم موتاهم، وفرجك قريب عليهم يا رب. ربنا يصلح الحال كله، حال المؤمنين كلها يا رب. خلصت يا ام حماده ولا لسه؟ يا ترى ام حماده هتعمل اكل ولا بتعمل المواعين بس؟ انا باكل برقوقه. تتفضلوا معايا حبايبي، تتفضلوا معايا برقوقه. ما تحرمش منكم يا رب، ولا من سؤالكم، ولا من سؤالكم حبايبي. ما تحرمش منكم ولا من سؤالكم. البت كنده بصي زي العسوله ازاي. بص بقول لها قول لهم باي باي، قول لهم اعملوا لايك. بصي ساعات تقول من نفسها وما ساعات ما تقولش من نفسها. هنا كانت باين جعانه. بتقول لي ماما، بغرف لها ماما. بصي اديتها، غرفت لها واديتها. فهي عشان كده مش فايقه ان هي تقول لكم عايزه تاكل، بتقول لكم باي زي كنزه. هنا بقى بصوا متشنجان وسمك مكرونه. يلا بألف هنا والشفا حبايبي، بألف هنا والشفا، مع ألف سلامة.